السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الوصفه ديال الكيتشوب اللي الاطفال ديالنا كيحماقوا عليها، كيبغيوها ضروري تكون مع الفريت اولا مع الوصفات الاخرى. فكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم واستحسانكم. والاهم ان الكيتشوب ديال اليوم ما فيهش مواد حافظه، كنصوبوه في دارنا كنعرفوا شنو درنا فيه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ندوزو للوصفه على بركه الله. بسم الله على بركه الله. بالنسبه هنايا الكيتشوب كناخذ مطيشه. انا عندي هنايا مطيشه صغيره، خديتها غسلتها مزيان بالخل ودرتها في واحد الكاسرول، درت فيها لا ما لا حتى حاجه وخليتها حتى طبخات مزيان وطلقات الماء. وهذه مطيشه بعد ما طابت راه طلقات شويه الماء، غادي نديها نطحنها ونصفيها. هنا بعد ما طحنتها غادي نصفيها مزيان، نحيد منها دوك البذور والقشور. صافي بعد ما صفيتها غادي نحيد نزول هادشي. هذا هو الشكل ديالها بعد ما صفيتها. هنا غنضيف شويه ديال البزار، واحد شويه ديال القرفه، كتجي فيها القرفه زوينه. نضيف شويه ديال الملحه. هنا غناخذ واحد 4 كاس ديال الخل، غنضيف عليه معلقه ديال النشا، معلقه كبيره عامره مزيان. صافي هنا غنخلطو مزيان باش ما يتحببش ليا. غنضيف واحد 3 المعالق ديال السكر على حسب اللي بغى تجي حلوه بزاف راه كيزيد شي شويه. صافي هنا غنخلط هاد العناصر مزيان وغادي نردها على نار حتى تعقد ليا مزيان ومع تحرك، ما نحيدش يديا من تحرك. صافي وغادي نستمر هنايا في التحرك حتى تعقد ليا مزيان ونحصل على القوام اللي بغيت. صافي هنايا كنستمر في التحرك باش ما تلصقش لينا لتحت وتعطينا واحد المذاق خايب. صافي حتى كنحصل على القوام اللي انا بغيته. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه كتجي زوينه، كتجي بحال ديال اللي كنشريو. ونخليها مازال تخضر واحد شويه. انا ناقصه عليها النار باش ما تحرقش ليا.
صافي هذا هو القوام اللي انا بغيت نحصل عليه، هو هذا. صافي ملي غنطفي عليها راه غادي تزيد تعقد شويه. صافي غنطفي النار وغنخليها حتى تبرد ونوريها لكم. وهذا هو الشكل ديالها بعد ما بردت. انتما كتجي عاقده وشي حاجه اللي هي صحيه ديال الدار، مزيانه، ما فيها لا مواد حافظه لا حتى حاجه، صحيه 100%. انتما كما كتشوفوا صوص ناجحه. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. واكيد الا جربتوها راه ما باقيش غادي تشريوها من الزنقه. كنصاوبوا كميه قليله باش كتبقى لينا، وإلا صوبنا كميه كبيره راه كنحتفظوا بها. كنديروا قريعات كنعقموهم عفوا، كنعقموهم وكنديرهم في هذا يطيبوا، ومن بعد كندير فيهم لاصوص ديال الكيتشوب وكنغلق عليهم مزيان، تكون الغلاقه باقا مزيانه ما مصدياش. وكناخذ واحد الطنجره ديال الماء وكنطبخ فيها دوك القراعي بعد ما درت فيهم لاصوص ديال الكيتشوب باش كيبقاو مسدودين مزيان. صافي وكنحتفظ بهم، اللي كنحلهم صافي كنستعملهم. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم واستحسانكم. كنشكركم على الدعم الدائم ديالكم للقناه ديالي وعلى لي كومونتير اللي كتدعمني، وشكرا جزيلا لكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وخليتكم على خير، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.